السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقترح عليكم 10 اقتراحات لرمضان، لو طبقتوها أوعدكم بإذن الله سيكون هذا الشهر من أحسن أشهر رمضان اللي عدت عليكم. 1. اعتذر، المفروض ما ندخل رمضان وعلينا مظالم لأحد. 2. احرص على كم آية فهمت من القرآن وليس كم آية قرأت من القرآن، ففهم الآيات أعمق أثرا في النفس من مجرد قراءتها. 3. صوم عن سيئات الأفكار، اختار فكرة سيئة دائما بتجول في بالك وقرر أن تصوم عنها تماما خلال 30 يوم في رمضان. فمثلا تصوم عن التفكير في الجنس الآخر، أو تصوم عن الحسد، أو تصوم عن سوء الظن، أو تصوم عن التركيز على عيوب الناس. 4. صوم تماما عن كل وسائل التواصل الاجتماعي لعدة ساعات يوميا، حدد ساعات معينة تغلق فيها كل وسائل التواصل. كثر تعلقنا بوسائل التواصل الاجتماعي يمنعنا من أن نحلق مع الله سبحانه وتعالى في الروحانيات. 5. تصدق يوميا، مو بس تتصدق يوم من أيام رمضان، اجعل لكل يوم من أيام رمضان صدقة. ممكن تحط فلوس في ظرف وأي أحد يجيك ممكن تتصدق منها، ممكن تزور الجمعيات الخيرية في بلدك وتتبرع. 6. احرص على صلاة الفجر في المسجد أكثر من حرصك على صلاة التراويح في المسجد، فصلاة الفجر فرض وصلاة التراويح سنة. لو استطعت الجمع بينهما فهذا جيد، ولكن إذا عليك أن تختار واحدة منهم فلا شك أن صلاة الفجر في المسجد أعظم أجرا وأثرا. 7. سامح، وهذه صعبة على بعض الناس. شوف واحد ظلمك أو غلط عليك وسامحه، ليس لشيء، فقط لوجه الله. سامح لتسامح، واغفر ليغفر لك، واعف عن الناس ليعفو عنك الله. 8. تطوع، فرق بين أنك فقط تتصدق بمال وبين أنك تنزل بنفسك وبجهدك وتساعد الناس وترفع عنهم البأس والمعاناة. 9. حسن إفطارك، فأقلع بقدر المستطاع عن كل الحلويات والسكريات، فشهر رمضان هو شهر الصوم وليس شهر الحلا والأكل. 10. كن عبد لاسم من أسماء الله الحسنى، أول يوم رمضان أقرأ كل أسماء الله الحسنى واختار اسم وتأمل فيه وكن عبد له، وخلال الشهر أبحر وتعمق في هذا الاسم، اقرأ كل ما قيل عن هذا الاسم ومعانيه، اقرأ كل الآيات اللي ذكرت هذا الاسم وتفسيرها، وادعو الله سبحانه وتعالى أن يكون شهر رمضان شهر تحول للأحسن.